شتايجر، تيموفشوك، اناتولي، تيموفشوك مع الكوره عايز يهيئ في اليمين لكن يلعب البينيه حلوه عند ايفيكا. اوليتش عند روبن بدا يهرب، ممكن البينيه خطيره خطيره. كروس عايز يعدي، خبطت ومحاوله وهدف اول لبايرن ميونخ. خطأ دفاعي في التغطية ويبقى أولى أهداف المباراة بعد نص ساعة لصالح بايرن ميونخ. اللي بيسجله مين بقى؟ هل توماس ميولر ولا باشتوبر؟ هنشوف. اللي قدامنا دون هو توني كروس، لكن مش هو اللي سجل، ده كروس هو اللي كان عمل الكرة واللي سجلها ايفيكا اوليتش بعد ما كانت خبطت في قدم احمد السيد. اهيا احمد السيد بالخطأ في مرماه، يبقى الهدف الاول لصالح نادي بايرن ميونخ. ادي كروس لعبها حلوه وعدت خبطت في احمد السيد، يبقى الهدف الاول لصالح بايرن ميونخ. احمد السيد هدف غير مقصود، اون جول في الدقيقه في قلوب كل الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. نقله لعبه بتوصل عند تريكا، يلعب بينيه، فرصه جول فرصه جول بركات. اخيرا بركات يسجل التعادل. يا ولد يا بركات، بينيه حلوه من ابو تريكا من ورا دفاع البايرن، وبركات بقى يسجل التعادل عشان يفرح جمهور النادي الاهلي. وعقيده الفوز راسخه بل موصله وموثقه من بينيه تريكا ومن انفراد بركات اللي بيسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. 1-1. ايوه كده ادي تريكا وادي الثرو باس، بوتنج مغطي، وابو زيد خالك يا بركات حطها حلوه على شمال نوير. بقى هدف التعادل دي على يمينه على طول خطف، هو بركات عارف. بركات جمهوريه مصر العربيه، اتلعبت الكره العاليه والشيف اكرامي يطلع، لسه محاوله والثاني البايرن ميونخ. لسه بتكلم وبقول مهم جدا، لكن ايفيكا اوليتش يسجل الهدف الثاني في مرمى النادي الاهلي. طلع شريف اكرامي طلع الكوره، ما كانش فيه تغطيه دفاعيه. بقى الهدف الثاني عن طريق ايفيكا اوليتش في الدقيقه 94، ويقبل بايرن الاستسلام عشان تبقى النتيجه 2. ادي الاعاده وادي شريف طلع بالبوكس، محدش كان مكمل، خبطت وبقت في المرمى. اهي الكوره. بقى الهدف الثاني لبايرن ميونخ، لكن مش مشكله، الاهلي عمل مباراه حلوه وممتازه، والشيف هو كان مطلع بالبوكس وطالع، لكن رجعت الكره وارتدت. بقى الهدف الثاني لبايرن ميونخ.